ومن القاهرة أيضا ينضم إلينا المتحدث الإعلامي للجبهة الحرة للتغيير السلمي الأخ رامز المصري. أخ رامز، أهلا بك. في البداية يعني يوم غد سوف يكون يوم الأيام لربما بالنسبة لمصر، نتائج الجولة الثانية سوف تظهر يوم غد. برأيك كيف ستتعامل القوى السياسية مع هذه النتائج؟ يعني هل سنشهد تصعيدا في الميدان أم أن إعادة التحالفات السياسية ستجنب مصر السيناريو الأسوأ؟ هو بالنسبة للسيناريو غدا نحن أعلنا أننا سنحترم نتيجة الصندوق أيا كان المرشح القادم، وأن الخلاف الآن ما بين جماعة الإخوان المسلمين وبين المجلس العسكري هو خلاف على السلطة. فنحن القوى السياسية أو القوى الشبابية أعلنت أننا لن نشارك في هذا الخلاف، وأننا نسعى لتحقيق مطالب الثورة وأهداف الثورة من الرئيس القادم أيا كان. إذن ستقبلون بنتائج الانتخابات مهما كانت نتائجها؟ طبعا سنقبل من نتيجة الصندوق. طيب، الجنزوري يعلن رحيل حكومته وسط أنباء عن اتصالات مع البرادعي بشأن احتمال توليه رئاسة الحكومة القادمة. يعني هل سيساعد ذلك في الحد من درجة الاحتقان في الشارع المصري برأيك؟ أنا كما ذكرت سابقا أن الخلاف ما بين الجماعة وما بين المجلس العسكري على مرسي وشفيق، فإذا طبقا لتصريحات بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين أن في حالة فوز شفيق سيتم هناك بحور من الدماء وستكون الثورة غير سلمية، أو في حالة نجاح مرسي يتوقف هنا دور البرادعي من سيؤيد. هل سيقبل الدكتور البرادعي أن يكون رئيس وزراء لشفيق أم رئيس وزراء لمرسي؟ كل هذه علامات استفهام ستحدد غدا بعد إعلان النتيجة وإعلان من هو رئيس الجمهورية القادم. طيب، هناك من يرى أن الحل ربما في اعتماد خيار الرئيس الانتقالي لمدة 2 يعني هذا الطرح موجود، تتم من خلالها ترتيبات دستورية وقانونية وسياسية للانتخابات الجديدة المقبلة ونظام سياسي جديد. ما تعليقكم على هذا؟ هو طبقا للإعلان الدستوري المكمل الأخير الذي خرج في الآونة الأخيرة، فإن رئيس انتقالي لفترة مدة 2 لا يوجد، أعتقد أنه لا يوجد أي من المرشحين سيقبل أن يكون رئيس لمدة 2 رئيس انتقالي، وهو مضطر أن بعد 2 أن يرحل. فهو اعتقاد شخصي أنه كلا المرشحين سيرفضون هذا، لكن فكرة الرئيس الانتقالي طرحت منذ أحداث محمد محمود أو مجلس رئاسي مدني، وطرح في الآونة الأخيرة بعد نتائج المرحلة الأولى مع مجلس رئاسي مدني يتولى السلطة، ولكن تم الرفض من كلا المرشحين. حتى المرشحين الذين خرجوا من السباق الرئاسي توافقوا وبعد كده تعارضوا مع هذا الاتفاق. فإن فكرة الرئيس الانتقالي المدني لمدة 2 أيا كان الرئيس، هل سيقبل الإخوان؟ السؤال هنا هل سيقبل الإخوان بشفيق رئيس انتقالي لمدة 2 أو هل سيقبل العسكر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمرسي رئيس انتقالي لمدة 2 وستقبل به الجماعة أن تكون فترة انتقالية للرئيس لمرسي رئيسا لمدة 2؟ هذا هو السؤال الذي يجيب عليه الجماعة ويجيب عليه المجلس العسكري. طيب، بخصوص المجلس العسكري الذي أكد نيته تسليم السلطة بعد إلى الرئيس المنتخب القادم، يعني برأيك كيف تقرؤون دور المجلس العسكري فيما يجري أولا، والعوامل الإقليمية والخارجية المؤثرة على صناعة القرار المصري؟ دور المجلس العسكري طبقا للإعلان الدستوري المكمل فهو يمتلك صلاحيات كثيرة فيه، ورئيس الجمهورية له صلاحيات ضعيفة جدا، فبالتالي المجلس العسكري لا زال مستمر في مهامه، وهو الذي طبقا لما تم في الفترة الأخيرة أن تم تقديم طعن على اللجنة التأسيسية فسيؤسسها المجلس العسكري طبقا للإعلان الدستوري المكمل. فبالتالي المجلس العسكري متواجد في السلطة وشريك فيها مع الرئيس القادم، بل شريك بنسبة أكبر في السلطة مع الشريك القادم. وبالنسبة للجزء الثاني بس ممكن تكرره لحضرتك؟ يعني حبينا لو نعلم ما مدى تأثير العوامل الخارجية والإقليمية على صناعة القرار في مصر باختصار. هو
باختصار أن الوضع الآن أن في إشاعات أن كلام متداول أن أمريكا تضغط لنجاح مرسي، وأن المجلس العسكري رافض هذا أو يتفاوض مع جماعة الإخوان على قبول الإعلان الدستوري المكمل. فبالتالي العوامل الخارجية أساسا نرفض مصر الثورة ونرفض فيها أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، وعلى الشعب المصري هو من يصنع قراره ومن يأتي برئيسه أيا كان ويقبله أو يرفضه، برغم خلافنا الشديد مع المجلس العسكري أو خلافنا مع جماعة الإخوان أو خلافنا مع نظام مبارك العدو الأساسي لنا، فإننا لا نقبل أي تدخل في شؤوننا، والشعب المصري هو من يصنع قراره. من القاهرة المتحدث الإعلامي لجبهة الحرة للتغيير السلمي السيد رامز المصري، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.